مرة تانية في سيدتي، وزي ما قلنا هنتكلم عن التفكير خارج الصندوق، ان احنا ازاي في كل مشاكل حياتنا اليومية في اي مجال من المجالات، مع اولادنا، ما بين الزوج والزوجة، في العمل، ازاي نلاقي دايما حل مختلف عن الطبيعي، مختلف عن التقليدي. ازاي نفكر كده مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة المصري، الكاتبة الصحفية. أستاذة فاطمة أهلا بك. أهلا وسهلا. نعرف أو هنقدر نعرف التفكير خارج الصندوق ليها تفسير، ليها تعريف؟ أكيد. التفكير خارج الصندوق هو عبارة عن أننا نطور التفكير الإبداعي لدينا بإعادة صياغة التفكير بطريقة جديدة أكثر ندرة وتتميز بالحداثة. ان احنا نفكر بطريقه مختلفه، غير تقليديه، غير معتاده. ان احنا ندور على حلول بديله لمشاكلنا في الحياه، لظروف شغلنا، سواء على يعني المستوى الاسري في البيت بين الزوج والزوجه والاولاد، بتبقى في المشاكل العاديه، او خارج البيت عن طريق مثلا اصدقاء او زملاء عمل. ازاي المرأة تقدر تقاوم كل المواقف وتقدر تواجهها وما تهربش منها، بالعكس انها تفكر باسلوب متطور ويبقى عندها مهارة الابداع. كويس. يعني احنا عايزين الفكرة ان احنا بره الطبيعي. تمام. طب احنا لما بنتحط في مشكلة، ايوه، وبنيجي نبدا نفكر فيها، احنا احيانا بتبقي حاسه انك مش لاقيه حلول، او كل الحلول اللي قدامك يعني مش ده اللي مطلوب. فانا عشان اعرف افكر تفكير بره الصندوق في مشكله ما، لازم ابقى اساسا زي ما نقول ايه، تفكيري مهيأ لده، فكري مهيأ لده. ده اكيد. فانا ازاي دايما اأهل الشخص انه يفكر في اي مشكله هتواجهه، لسه حاجه مستقبليه، يفكر فيها بره الصندوق؟ ان هو اول حاجة ما يفكرش في المواقف السلبية، دايما يفكر بطريقة ايجابية، يكون ليه رؤية مختلفة، دايما يبص للحاجات الايجابية اللي موجودة في حياته. لما بيشوف اي مشكلة تواجهه، لان الحياة مليانة مصاعب وعقبات، يعني طبيعي ان الانسان يواجه اي مشكلة في حياته. فلازم يكون عنده القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات الحياة، ما يقابلهاش بتعاسة وحزن ويأس، وان هو دايما حاسس ان هو حزين وعنده مشاكل. لا، يكون عنده ثقة بالنفس ان هو هيبقى جواه قدرات يقدر يطلعها، ويقدر يفكر في حاجة جديدة يتغاضى بيها عن مشاكله ويحلها ويواجهها، ما يهربش منها. تمام. يعني اول حاجه الجزء الايجابي، ان انا ابقى دايما أكيد. عندي امل، هعرف احل المشكله المشكله الايجابيه. هقدر اعديها، هقدر الاقي لها حل. لازم ده يبقى يعني محور تفكيري في البدايه في اي مشكله. اكيد. والتفاؤل، لازم الانسان يعيش متفائل وبامل ان بكره هيكون افضل. ما يقعدش دايما يفكر في الاشياء الماضيه او المستقبل ويبقى متوتر وخايف من بكره، خايف من الفقر، من المرض، من الموت، من مستقبل اولاده، من مشاكل مع زوجته ان هو ممكن يسيبها في اي وقت. لا، يعني ده بيزود الحاله السلبيه. ده أكيد. يعني اكيد. طيب خلينا نتفق ان اكيد بدايه الحل ان انا استوعب المشكله صح، استوعب كل جوانبها. ازاي نعرف نعمل ده ونكون يعني كل واحد يكون صريح مع نفسه، انه يقدر يواجه نفسه بابعاد مشكلته عشان يعرف يحلها بعد كده؟ هي دي اول حاجه، الصراحه والصدق مع النفس. انه يكون متقبل ذاته، يكون عنده ثقه بنفسه، ان هو يحب الناس كلها اللي حواليه، ما يتعالاش على الناس، ودايما يكون عنده ايجابيات في حياته، ان هو دايما ينشر الطاقه الايجابيه، ما يبقاش انسان قاعد في وسط مجموعه اشخاص ويبتدي يشكو كثيرا. يعني دايما ما يكونش شخص شكاي دايما ومعترض اكيد. يعني دايما معترض على حياته. لا، لازم يتقبل الابتلاءات، وان الانسان هيواجه في حياته صعوبات، بس هو يحاول ان هو يركز على الاشخاص الايجابيه دي. الناس دي بتعلي عنده الرؤيه، ان هي يكون حياته مشرقه وفيها اكثر ايجابيه، وبيبقى عنده قدره كبيره على ان هو يواجه اي مشكله. دايما ياخد باراء اللي حواليه ويشوف منهم الحاجات الايجابيه، وخصوصا الاشخاص اللي هي دايما بيدوكي طاقه ايجابيه. اوكي. طيب خلينا نروح لخطوه الحل. انا لما هبدا افكر في حل لاي مشكله عندي،
ازاي نعمل ده؟ يعني المفروض ان انا وانا بفكر، هل مثلا جزئيه اللجوء لشخص ان انا اخد براي حد مقرب، ده من ضمن مثلا الحلول؟ خلينا نقول للناس ازاي هو احل ممكن مشكلتي. حضرتك ان احنا نبدأ بنفسنا الاول، مم. ان احنا نبتعد عن صغائر الامور، نبعد عن التفاهات. مش معقولة ندقق ونحقق في كل كلمة، لا، الانسان ما يركزش الا في الحاجات المهمة. الحاجات الكبيره. اه، على فكره انت قلتي حاجه مهمه جدا، عشان احنا الانسان احيانا يتغاضى. ايوه، احيانا المشاكل البسيطه الصغيره، كلمه مثلا حد قالها او موقف بسيط، موقف. آه، نركز فيها لا، نعدي بقى المواقف دي، ونخش في طاقه بقى سلبيه وفي مشاكل وفي حاله سلبيه مش حزن بقى لطيفه، ومشاكل، بيأثر على نفسية بيأثر الإنسان. علينا وبيبعدنا عن ان احنا نركز على المهم. أكيد ده اللي بيحصل. فالمفروض الإنسان دايما يبعد عن القيل والقال. يعني المرأة دلوقتي بتشتغل ومتعلمة وبتفكر بأسلوب متطور، فلازم تبعد بقى عن النميمة والغيبة والقيل والقال ومشاكل مع أصدقاء أو زمايل في عمل أو في البيت مع زوجها. لا، يعني هي تحاول إنها تفكر بطريقة جديدة خالص، إنها تشغل نفسها بحاجات، تستثمر وقتها بحاجات كويسة، وما تركزش الا في حياتها هي، انها تنمي نفسها وتطور روحها. ما تفضلش طول الوقت ايه بتتصيد اخطاء الاخرين، طول ما هي قاعده مركزه على عيوبهم. او ما هي طول ما هي فاضيه ومفيش حاجه معينه ده هتعملها، اكيد. هتركز بقى في صغائر الامور دي زي ما الامور نقول. طيب ازاي برضو الست تحقق ده؟ ازاي تشغل نفسها وتبقى دايما عندها المهارات دي؟ انها تلجأ بقى لحاجات جديده، ما تفضلش عايشه في ملل الروتين ورتابه الحياه، فكره انها كل الاولاد يوم. يعني هو كلنا عندنا التزامات وتحمل مسؤوليه في البيت ومع الزوج والاولاد وكل حاجه، بس ندي نفسينا ولو وقت بسيط نقدر نمارس فيه اي هوايه، رياضه، قراءه، رسم، اتعلم كورسات، اشوف لغه جديده واتعلمها. مش عيب في اي سن المرأة تتعلم فيها اي حاجة، ممكن تعمل اي دبلومة تنمية بشرية تديها طاقة وتقدر انها تواجه الحياة تتعلم صح. حرفه. ده اكيد. في دلوقتي فنون جميلة جدا، فن المكرمية والتطريز والديكوباج والرسم على الازاز بالرمل بقى سهل جدا. انها تتعلمه على النت، جدا. وبقى سهل انها تنفذه، لان بقى في كتير جدا من المبادرات، والدوله بتدعم التوجه ده بشكل كبير جدا، فبالتالي بقى سهل في كل خطواته. مظبوط. انا بشوف ناس دلوقتي بتعمل صفحات على الفيسبوك للاكل البيتي، للاكسسوارات هي بتشغلها بايديها، بتعمل ملابس بتطرزها وبتبيعها. في افكار حلوه كتير جيده، انا بعتبرها دي حاجه بتخليها تطلع طاقتها فيها، وما يبقاش في مشاكل دايما مع زوجها واولادها وتكون دايما في خلاف ومشاكل. لا يعني بالظبط. أيوة. كل الستات زي ما انت بتقولي عندها العبء ده، مذاكره الاولاد والمطبخ ويمكن شغلها لو كان بقى. كل الستات عندها نفس المسؤوليات، بس الست اللي بتقدر فوق كل ده تلاقي ولو ساعة، زي ما قلنا، زي ما الأستاذة فاطمة قالت، لرياضة، لأنها تصمم حلي، الساعة دي هي اللي هتبقى الحاجة الحلوة اللي في حياتك، هي اللي هتخلي اليوم كله ليه طعم، وهي اللي هتخلي كل طاقة انت بتبذليها أو أي مجهود تاني بتعمليه ليه طعم، هتبقى حاسة بقيمة كل اللي بتقدمه. ده أكيد. ودايما تقرا قران، اذكار، تشوف اي حاجه جديده تعملها. ممكن تشغل قران لو هي مش قادره تقرا في المصحف ومشغوله طول الوقت في البيت ومع الولاد وكده. المهم انها تعمل حاجات ايجابيه وما تقعدش تفكر في مشاكل وفي يعني فلان قال فلان عاد. لا، دايما تخرج من الدايره دي، تخرج من الدايره دي وتحب الناس كلها وتعاملهم بحيث انها ما تقعدش تكرس حياتها انها ترضي كل الناس، لان صعب ان نرضي كل الناس طبعا. لكن نقدر ان احنا نتعامل مع الناس بالذوق والاحترام والتقدير. ان احنا لما نشوف حد ما نقللش من قيمته، ان احنا ما نقللش
من شخصيه اللي قصادنا، فنقعد نتنمر عليه وسخريه. وخصوصا على الفيسبوك بنشوف ان السيدات في بعضهم طبعا يعني على قد الجانب الايجابي الجميل اللي في الفيسبوك من معلومات وحاجات كويسه، في البعض بيتجه الى انهم يتنمروا على بعض، وكل واحده تتصيد اي بوست على الفيس لصديقه ليها وتبتدي تتريق عليها، فالتانيه تزعل وترد عليها باسلوب غير مهذب، وبتبقى حرب على الفيس. مش عارفين يعني ايه تواصل، هو تواصل اجتماعي وليس تفاعل. نرتقي في التواصل ده اكيد نرتقي اكيد فيه. طيب خلينا نقول يعني اهم المشكلات اللي ممكن اي ست تواجهها، سواء مثلا خلينا نقول في اهم يعني علاقتين ليها مع زوجها ومع اولادها. ايه المشاكل اللي ممكن تواجهها، او اهم المشاكل يعني اللي ممكن تواجهها، وازاي تفكر في المشكله دي بره الصندوق؟ دايما المرأة بيبقى عليها ضغوط ومسؤوليات كبيرة هي بتتحملها، وبتحس ان هي شايلة كل حاجة في البيت، لان صحيح. الزوج اغلب وقته هو بره البيت بيشتغل هو عبء كبير طبعا، بس يعني الست عندها تفاصيل كتيرة، هو تعبان مش عاوز يسمع اي مشكلة صح. بينها وبين اولادها. فهي بتلاقي نفسها هي بتعمل كل حاجة، هي اللي بتوجه للدكتور، هي اللي بتوجه تمارين رياضة، هي اللي بتوجه دروس مذاكرة، تقعد تساعدهم في مذاكرتهم. بتلاقي نفسها بتنظف في البيت وغسلهم وترتب غرفهم. هي بقى تحاول انها تفكر بطريقة متطورة انها تشركهم معاها، يعني تخلي الاولاد كل واحد يحافظ على الحجرة بتاعته، يرتب سريره، ما يرميش هدومه وورقه وكتبه في الارض، يحاول ان هو يساعد مامته ولو بحاجات بسيطة علشان تفضل بيتها منظم ونظيف، وهي كمان ما تتهلكش. هي المرأة بتحس دايما الزوجة انها يعني في البيت طول الوقت في تنظيف وتنظيم وترتيب في البيت، فبتحس مضغوطة نفسيا، فبتطلع ده على زوجها والأولاد. أي حد يكلمها بتبقى متعصبة وزعلانة ومتضايقة. لكن لو هي يعني ما بترهقش نفسها الارهاق الكبير ده، اكيد هتبقى يعني لطيفه معاهم وحياه سعيده، هتبقى الحياه افضل بكتير. اكيد اكيد. طيب خلينا نسالك ان احنا ازاي واحنا في تربيتنا لابنائنا نزرع فيهم الجزئيه دي؟ يعني احنا يمكن شويه جيلنا مش معتاد على التفكير بره الصندوق، يعني ده اكيد. يعني يمكن حتى المصطلح ده بقى دارج مؤخرا. احنا كان دايما المشاكل تقليديه والحلول برضو تقليديه، دلوقتي المشاكل اصلا ما بقتش تقليديه. احنا مع التطور اللي حصل بقت نوعيه المشاكل مختلفه وكتيره. ان انا اصاحب بقى ابني او بنتي واعرف افكارهم ايه، فاحنا عايزين نلحق بقى، اللي عايزه اقول ان احنا نلحق الجديد. وهم جيل. أيوة. هم بيعتبرونا جيل قديم، لكن احنا لو صاحبناهم وعرفنا هم بيفكروا في ايه وايه مشاكلهم ونحاول نحلها معاهم ونديهم الفرصه يعبروا عن رايهم، مش كل حاجه نقول لهم لا او كل حاجه نعترض وخلاص، لا لازم نشوف حل وسطي بينا علشان يقدر الطفل يعني يبقى عنده ثقه في الاب والام ويحبهم، ويقدر لو في اي مشكله بيجي يحكيها لها. ما بيبقاش بقى بيخبي على باباه او مامته او كده. كمان هو لو شاركها في البيت وعملوا كيك وقعدوا وقضوا فيلم جديد حلو كوميدي، ما يفرجوش على حاجه حزينه ويزودوا المشاكل في البيت، يعني حاولوا دايما ايوه حاجات مبهجه كده في البيت. كمان انا بقول ان هي ميزه حلوه ان دلوقتي التعليم بيتجه الى ان هو يبعد عن ثقافه الحفظ والتلقين، وان هو دلوقتي بيشوف ان الطفل نفسه يفكر ويبحث عن المعلومات بنفسه ويبتدي يذاكر ويبتدي يطلع حلول للاسئله، يعني بيعتمد على نفسه اكتر. فدي برضو ميزه حلوه في التفكير خارج الصندوق. فانت بتقولي ان جزئيه التعليم هتساهم في ده بشكل كبير، او المنظومه الجديده. أكيد. احنا كمان في البيت علينا دور ان احنا ندي مساحه، زي ما الاستاذه فاطمه قالت لنا، بندي مساحه للابناء ان هم يقولوا رايهم، ان هم يكونوا جزء من حلول لمشكلات احنا بنواجهها في يومنا، حتى لو كانت حاجات بسيطه. اكيد صح مظبوط. طيب ايه تاني مشكلات ممكن تكون محتاجه الحلول دي، الحلول اللي بره الصندوق؟ الزوج والزوجة، يعني دايما ميول الزوج مختلفة عن ميول الزوجة. الزوج بيحب يتفرج على ماتش كورة، بيتفرج على حاجة سياسية في التلفزيون. المرأة عايزة بقى فيلم ومسلسل وتقعد تضحك وتنبسط.
فبيبتدي بيبقى في بينهم بعد شويه. هو بيمسك موبايله وبيقعد عده ساعات وهي بتمسك موبايلها عده ساعات، فما بيتقربوش، فبيبقى في ملل زوجي وبيبتدي المشاكل تظهر. لكن لو هم قدروا ينظموا الوقت ويخلوا وقت للقعاد على الفيسبوك او الواتساب او مكالمات تليفونيه مهمه او اي حاجه تخصهم، ووقت ليهم مع بعض انهم يتكلموا في اي موضوع ويشاركوا بعض في حل اي مشكله بينهم. مثلا يشاركوا الاولاد ويقعدوا مع بعض يتفرجوا على حاجه في التلفزيون. الاهتمامات المتبادله دي والتعاون بينهم وروح المحبه اللي بينهم في البيت اكيد اكيد هتكون الافضل. طيب خلينا نتكلم بقى برضو عن يعني جزئيه تانية في موضوع التفكير خارج الصندوق، انه اكيد الشخص اللي هيقدر يفكر بره الصندوق ليه مقومات شخصيه معينه. ايه مقومات الشخصيه اللي بتقدر دايما في اي مشكله تلاقيها دايما لقيت حل ما كانش على البال او ما كانش متوقع؟ هو اهم حاجه يبقى عنده ثقه في القدرات اللي بيقدر ان هو يطور من نفسه وينمي تفكيره. ان هو ما يبقاش انسان سلبي دايما عنده مشاكل، اي موقف بيقابله بيهرب منه، لا يواجه مشاكله ويكون انسان ايجابي ومتفائل في خلال عمله. مثلا يعني لو احنا اتكلمنا على قصه ان دخل مثلا ولقى موظفين، لو هو منصب قيادي، ان هو يبقى فيه روح تعاون بينهم، ان ما يتعالاش عليهم، ما يقللش من شأن الموظفين، ما يبقاش عنده اتكالية على الموظفين، بالعكس هو بيدي افكار جديدة وبيتابع شغلهم، وبيبقى فيه تعاون مع العملاء مع العمال مع الموظفين، بيبقى فيه مشاركة، فعشان كده بيبقى العمل ناجح. فكل ما الإنسان عنده ثقة بالنفس وبيزود من قدراته ويطورها ويقرأ أكتر، بيحصل انفتاح على العالم، فبيبقى عنده يعني لو بصينا للعصف الذهني مثلا، انك بتسترجعي معلومات قبل كده متخزنة عندك في الذهن، وبعد كده بتطوريها لحاجة يعني بطريقة أفضل أو تفكير أفضل. فمثلا لو لقيتي شخص إيجابي عنده أفكار وخبرات أكثر منك وبتقعدي معاه وبتتكلمي معاه، فبتاخدي منه الخبرة ديت بالظبط. بتكتسبي أفكار تانية، بيوسع المدارك وثقة. هو في حاجة تانية كمان في فكرة إن إحنا ممكن نلاقي حل بره الصندوق. يعني ما بعد الخطوة دي إن أحيانا لو في يعني لو هي مثلا في الشغل وإنه رئيس العمل هو اللي هيقول الفكرة دي، بتلاقي الموظفين في مرحلة تانية عشان يتقبلوا كمان بقى الفكرة المختلفة أو الفكرة الجديدة. يعني دي محتاجة برضو تغيير في الثقافة شوية في طريقة التفكير، ان احنا حتى نتقبل الحلول المختلفة. اكيد. ودايما الانسان ما يقعدش يفكر في حاجات يعني تضايقه. يعني مثلا تلاقيه دايما خايف متردد من المحاولة فبيفشل علشان هو دايما خايف. أيوة. مثلا الشخص ده تلاقيه كده عمال يأنب في نفسه وضميره أيوة. وجلد الذات، وما كل دي معوقات للتفكير الإبداعي. دايما عمال مش هيعرف يوصل لحلول إيجابية. أكيد. طيب بشكرك جدا. كانت معايا الأستاذة فاطمة المصري الكاتبة الصحفية. شكرا ليكي يا أستاذة فاطمة، نورتيني. ميرسي. متشكرة جدا. شكرا ليكي وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا. بكرة أكيد حلقة جديدة من سيداتي. شكرا ليكم.